السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل كيكة الزبادي. انا هعمل صينيتين. الصينية الواحدة بتاخد 4 بيضات وكوبايتين زبادي وكوبايتين دقيق وكوباية سكر، بس انا هعمل هنا صينيتين فالمقدار معايا 2، كل حاجة 2، يعني 4 كوبايات زبادي و4 كوبايات دقيق وكوبايتين سكر و8 بيضات. فانا حطيت كمان واحدة كمان عشان البيض اللي معايا بلدي وصغير، وكوباية سمنة، ومعايا هنحط معلقتين بيكنج باودر. هنحط كل المواد السايلة على بعضيها وهنضربها بالمضرب. هنحط السمن مع السكر مع البيض مع الفانيليا مع الزبادي، بعدين بنضرب لحد ما يديني خليط يعمل زي العمود كده. ابدأ انزل بالدقيق والبيكنج باودر عليه، وبنزل بالدقيق شوية شوية، بفضل اضربه في اتجاه واحد لحد ما يختلط كله مع بعضه. هبدأ انزل بقى شوية كده تاني. كده خلصت الدقيق كله مع الخليط. تمام كده، تمام كده الكيكة قوامها ناعم جدا. هكون محضرة الصينية في مدهونة سمنة ورشها رشة دقيق، وهبدأ افضيها بقى في الصواني، واكون مسخنة الفرن قبليها ب10 دقايق. دي كده اول صينية. وهي بتاخد في الفرن 35 دقيقة، وهي بتبقى هشة وجميلة جدا. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، وبالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة، وياريت تشتركوا على قناتي على اليوتيوب.